تعالي تعالي اتفضلي يا حبيبتي. انتي بقى دنيا؟ ايوه انا دنيا، ابن حضرتك بعتني هنا عشان الشغل. ايوه ما انا عارفه يا حبيبتي، انا بسالك بس انتي ولا لا. ايوه انا. طيب بصي بقى يا دنيا، انتي هتجيلنا من الصبح بدري وهتمشي بعد العشاء، ده يناسبك؟ ايوه ما عنديش مشكله، بس ممكن اسال حضرتك عن المرتب؟ مش هنختلف في اي حاجه، اللي انتي عايزاه هديهولك، بس اهم حاجه اشوف منك نظافه وشغل كويس وامانه. صدقيني والله انا بحب شغلي جدا، ومفيش حد اشتكى مني ابدا، حتى اسالي في منطقتي. تمام، تعالي افرجك على الاوض والاماكن اللي انتي هتشتغلي فيها. جاتك نيله، عندك ابن زي القمر، وبيتك تحفه، وده شكلك. ما كنتش متخيله انها هتطلع كده خالص. ايه المطبخ التحفه ده؟ يا عيني عليكي يا ماما، قاعده في مطبخ معفن وفي شقه معفنه. لو تشوفي الجمال اللي انا فيه. انا نفسي اعيش هنا على طول ومش عايزه امشي. استاذ يوسف، معلش انا كنت سرحانه بس. وسرحانه في ايه بقى؟ ومطنشه الشاي بتاعي. لا والله يا استاذ يوسف، ما اقدرش اطنش لك اي طلب. تمام، اعملي لي الشاي وهاتيولي على اوضتي. يا سلام عليك، قمر قمر. ياه، يا بخت اللي هتتجوزه وهتعيش في الهنا اللي هنا ده. يلا اما اعمل الشاي بقى عشان ما تاخرش عليه. جبت لحضرتك الشاي. في ايدك كده من غير صينيه؟ طيب ماشي، حطيه جنبي هنا. انا اسفه قوي، هروح اجيب لك صينيه حالا. استني عندك، هاتي هاتي، مش لازم، خلاص. خلاص، في ايه مالك زعلانه كده ليه؟ كلمه قلتها بهزر يا ستي. انا خايفه يكون شغلي مش عاجب حضرتك، تقول للمدام كده تمشيني يعني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، انا بهزر معاكي، بس تعرفي ما كنتش عارف ان انت حساسه قوي كده. ايوه انا حساسه جدا، واي كلمه بتاثر فيا. انا اسف والله، مش قصدي ازعلك ولا اعيطك ابدا. خلاص انا مش زعلانه. خلصت تنظيف الاوضه، اما اقعد استريح شويه بقى. يا رب وعدني ببيت زي ده واوضه زي دي. الجميل سرحان في ايه؟ فرحانه في مستقبلي وحياتي. انت فاكر يعني ان انا مبسوطه بحياتي دي؟ هفضل انا طول حياتي اشتغل عند الناس؟ يعني انا ماليش نفسي كمان اعيش واتهنى؟ انت عارف يا يوسف ان انا جالي عريس؟ نعم، وما قلتليش ليه ان جالك عريس؟ اديني بقولك اهو، انا جالي عريس وماما موافقه، بس انا اللي مش موافقه. وانت عارف ليه؟ عشان انا حبيتك، وانا مش راضيه امشي من البيت ده عشانك. طيب يا دنيا، ما تيجي نتجوز؟ انت بتتكلم بجد يا يوسف؟ طبعا بتكلم بجد. ما هو انا مش هستنى لغايه ما امك تغصبك على العريس وتتجوزي وتمشي. ايوه بس مامتك هتوافق؟ وما توافقش ليه يعني؟ هو انت مالك؟ ما انت زي القمر اهو. مش عارفه، بس ما اعتقدش الصراحه انها توافق. لا مالكيش دعوه، سيبي الموضوع ده عليا. طيب يا يوسف، انا عايزه اسالك سؤال. هي الشقه دي مكتوبه باسمك؟ ايوه دي شقتي، بابا كاتبها لي باسمي قبل ما يتوفى. اصل انا كنت بطمن لو مامتك ما وافقتش على جوازنا واتخانقتوا مع بعض، هي تقدر تطردك من الشقه ولا لا؟ انا برضو ما احبش انك تتبهدل في الشوارع بسببي. لا اطمني يا حبيبتي، امي مستحيل تطردني، وكمان هي هتوافق. اتمنى. انت عارفه يا دنيا ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك، وحبيتك حب عمري في حياتي ما حبيت حد كده، وهعمل المستحيل عشان نتجوز حتى لو امي عرضت. عندي ليك يا ماما بقى حته خبر. يوسف ابن المدام اللي بشتغل عندها عايز يتجوزني. تتكلمي بجد؟ وامه موافقه؟ هو لسه ما قالهاش، بس قال لي حتى لو ما وافقتش برضه هنتجوز. كده كده الشقه باسمه. ومين قالك ان الشقه باسمه؟ ما انا سالته يا ماما وقال لي. يبقى شوفي بقى، انا مش هوافق على الجوازه دي الا لما يكتب لك الشقه دي باسمك. طيب لو ما وافقش يا ماما؟ هيوافق طبعا، انت مش بتقولي بيحبك؟ ايوه يا ماما بيحبني كل حاجه، بس فريدي ما وافقش. ما انت بقى خليه يحبك اكتر واكتر ويقع في دباديبك علشان يوافق على كل شروطنا. ايه فتحتي مامتك في موضوعنا؟ ايوه، هي موافقه بس بشرط. شرط ايه ده بقى ان شاء الله؟ هي طالبه انك تكتب لي الشقه باسمي، غير كده مش هتوافق. ايه؟ اكتب لك الشقه باسمك؟ ليه يعني؟ عشان تضمن لي حقوقي. ولا انت عايز بقى مامتك ترفض وتطلب منك انك تطلقني، وفي الاخر انا اطلع كده بقى وتتحسب عليا جوازة؟ لا يا حبيبي، مش هينفع. يعني هو اللي كان متقدم لك قبلي كان هيكتب لك شقه باسمك؟ وانت يا حبيبي هتقارن نفسك بأي حد؟ ده انت يوسف بيه. وبعدين انا بقولك عشان اضمن حقوقي، يعني خسارة فيا. لا طبعا يا حبيبتي، مش خساره فيكي، وعشان الكلمه دي بقى والله لا اكتبها باسمك يا ستي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي.
ويخليكي ليا يا حبيبتي. ما تقعد يا يوسف، واقف ليه؟ بصراحة يا ماما أنا عايز أفتحك في موضوع. أنا مش عايز أعمل حاجة من وراكي، وأنا يهمني يرضاكي. ايه يا ابني، في ايه؟ قلقتني. ماما بصراحة أنا عايز أتجوز دنيا. انت بتقول ايه؟ انت اكيد بتهزر. لا يا ماما والله أنا ما بهزرش، أنا بحبها وعايز أتجوزها. يبقى انت عايز تفضحنا. انت ناوي على فضيحتنا. يا ماما يا حبيبتي إيه الفضيحة في كده؟ هو حد عارف إنها كانت شغالة عندنا؟ ولما يقولوا لي معاها ايه، ولما يقولوا لي اهلها مين وابوها مين وساكنه فين، ارد اقول لهم ايه؟ هو أنت يا ماما لازم تقولي لهم الحقيقة؟ نقول لهم أي حاجة هما يدوروا وراها. اسمع يا يوسف، انا مش عايزاك تفتح الموضوع ده تاني معايا. انسى اني اوافق على حاجه زي كده، ده على جثتي. وبعدين بقى أنا لازم أشوف حل للموضوع ده. تعمل إيه يا يوسف؟ تعمل إيه يا يوسف؟ أمي رايحة عند خالي أسبوع عشان هيعمل عملية. أنا بقى في الأسبوع ده أتجوزها وأجيبها هنا وأحطها قدام الأمر الواقع، وهي كده كده بتحبها، ومع الوقت هتتأقلم وهتوافق. نورت بيتك يا عروسة. حلوة أوي المسرحية دي. يوسف انا جيت. عملتها يا يوسف. ماما لو سمحت دي حياتي وأنا حر فيها، وحر أختار مين تبقى شريكة حياتي. حر دي بره، مش تجيبها لي هنا البيت وتعيش معانا. البنت دي تطلقها وترميها دلوقتي حالا بره البيت، يا اما انت ولا ابني ولا اعرفك. هتطلقني يا يوسف؟ هتسمع كلامها وتطلقني وترميني برا البيت يا يوسف؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ مستحيل طبعا. استني بس أنا هدخل أكلمها. لما نشوف يا مدام، انتي ولا انا في البيت ده. دنيا، انت يا هبابة. شوف البت ما بتردش. منك لله يا يوسف، منك لله. انت اللي عملت فيها كده، وانت اللي خليتها تشوف نفسها علينا. من بعد ما بقيت خدامة دلوقتي عاملة نفسها هانم. اما اروح اشوفها بتعمل ايه النيلة دي. والله يا عال نايماني بقى، واحنا اللي هنخدم عليكي ولا ايه؟ اصحي يا بت. انت يا بت اصحي. ايه عايزة ايه؟ ايه هو اللي عايزة ايه يا بتاع انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ اتكلمي عدل يا بت. لا شكله كده ان حضرتك اللي نسيتي نفسك. انا هنا صاحبة البيت ده، وكلمتي انا اللي ماشية. انام وقت ما انا عايزة واصحى وقت ما انا عايزة واتكلم بالطريقة اللي تعجبني. انت بتضربيني؟ وكسر عظمك يا حيوانة. امشي اطلعي بره. امشي. اللي انت ما تعرفوش يا حبيبتي ان البيت ده باسمي انا، والبيت ده بتاعي انا. يعني انت اللي هتتفضلي تطلعي بره انت وابنك، يا اما هطلب لكم البوليس. انت اتجننتي باين عليكي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تعالى يا استاذ يوسف، تعالى اسمع اللي بيتقال. إيه في إيه يا جماعة خير؟ الاستاذه بتقول ان البيت ده بيتها ومكتوب باسمها، الكلام ده صحيح؟ أيوة يا ماما، أنا كتبته لها الصراحة. أنا كتبته لها عشان تضمن حقها، لأن مامتها ما كانتش موافقة. لهوي، اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ يخرب بيت هبلك وهطلك يا مهبول. يا مهبول، ضحكت عليك وخدت البيت، بقينا في الشارع. بقينا في الشارع إيه بس يا ماما؟ ما البيت بيتنا فيه إيه بس؟ ليه اللي أنت عاملاه ده كله؟ البيت بيتنا ايه؟ البيت بيتنا ايه؟ مش قادرة اقف على حيلي. دي بتكرشنا، بتقولي خدي ابنك واطلعوا بره البيت. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ أنت قلت لها كده فعلا يا دنيا؟ ايوه قلت لها كده. واتفضلوا بقى وروني عرض كتافكم. اتفضلوا يلا قبل ما اطلب لكم البوليس. ولو على حاجتكم هسيب لكم فرصة ساعة تلموا هلاهلكم وتطلعوا بره البيت ده. يا رب أنا استاهل، أنا اللي عملت في نفسي كده، يا رب سامحني. سامحيني يا أمي، سامحيني. سامحيني يا أمي عشان خاطري، والله العظيم ما هسيب حقك، ولا هسيب حقي، ولا هسيب الشقة ليها. الحيوانة الكلبة دي هرميها بره والله العظيم، بس سامحيني. طيب تعالى يا يوسف، تعالى يلا نروح عند خالك ونبقى نشوف هنعمل ايه هناك. يوسف، خير يا أم يوسف في إيه؟ تعالوا تعالوا اتفضلوا. في إيه يا جماعة؟ خوفتوني. عارف الشغالة اللي قلتلك عليها انا جبتها وبتجيلنا كل يوم تنظف لنا وكده؟ يوسف اتجوزها من ورايا لما انت كنت بتعمل عملية وجيت لك انا الاسبوع ده. روحت لقيته جايبها البيت ومتجوزة وكتب لها البيت باسمها وطردتنا. صحيح الكلام ده يا يوسف؟
ايوه يا خالي، انا والله ما كنتش اعرف انها كده. انا فكرت انها بتحبني بجد. وحتى لو بتحبك بجد، الشقة دي انتوا مالكوش غيرها، انت وامك قاعدين فيها. ازاي تكتبها لواحدة غريبة؟ يعني ابوك يسيبها لك، شقة عمره يسيبهولك وتروح تديه للناس؟ انا مش فاهم كان فين عقلك. اكيد كنت مغيب. مش معقول واحد عاقل زيك يعمل حاجة زي كده. اهو اللي حصل يا خالي. انا دلوقتي يا خالي مش عارف اعمل ايه. احنا بقينا في الشارع حرفيا. انا عايز ارجع الشقة بتاعتي، اعمل ايه؟ لا يا ابني، انتوا مش في الشارع ولا حاجة، بيتي مفتوح لكم. بس برضو شقتكم لازم ترجع. ايه يا خالي، انت بتفكر في حاجة؟ هي البنت دي حاليا قاعدة في شقتكم؟ ايوه قاعدة في الشقة. وعقد الشقة معاها؟ ايوه ايوه موجود في البيت معاها. تمام، سيبولي انا الموضوع ده. الله، ايه المطبخ الجميل ده يا بنت يا دنيا؟ امال مش قلتلك يا ماما؟ يا اختي ده احنا ما كناش عايشين. خلاص يا ماما، من هنا ورايح هنعيش. مين اللي جاي يا ترى؟ استني يا ماما اروح اشوف مين. ايوه حاضر جايه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه ده؟ في ايه يا دنيا؟ مين ده؟ مش عايز اسمع صوتكم. خدي. ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ ده عقد بيع الشقة يا حلوة، عشان الحق يرجع لاصحابه. اخلاص امضي. حاضر حاضر، بس ابعد البتاعه دي عني ارجوك. حاضر. خير يا اخويا، ايه الورقة اللي في ايدك دي؟ استني بس يوسف يجي وانا هفهمكم على كل حاجة. يوسف، تعالى يا يوسف، خالك عايز يقول لنا حاجة. ايه يا خالي، في ايه؟ وايه الورقة اللي في ايدك دي؟ الحق رجع لاصحابه، والبيت رجع بتاعكم، وتقدروا تروحوا تعيشوا فيه خلاص. وده جزاء كل واحد لاغي عقله وقلبه هو اللي ممشيه، وما بيسمعش كلام أهله ولا بياخد برأيهم، وبعد ما ياخد على قفاه يرجع يعيط. مش كل مرة هتلاقي حد ينقذك، فلازم تعمل حساب كل خطوة انت بتاخدها. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا بقناتي وحطوا لايك وتعليق حلو. بحبكم قوي.